المشاهدين، اهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج بيتي يا رب. النهارده هنتكلم يمكن عن موضوع مختلف، مشكله مرت بيها كتير من الاسر. النهارده هنتكلم عن الخطف. طبعا زي ما احنا عارفين مرت البلاد بظروف سياسيه صعبه ادت الى ارتفاع كتير من معدلات الجرائم. النهارده بنسعدنا ان يكون معانا الاستاذ مايكل عزت عزيز المحامي. اهلا بك يا استاذ أهلا مايكل. وسهلا يا فندم. النهارده عاوزين نتكلم مع حضرتك، ما هو الخطف؟ أولا بسم الله الذي نعبده جميعا. الخطف ليه كذا مفهوم أو أكتر من مفهوم. الخطف في القانون هو القبض والحجز على الشخص وجعله طواعية تحت تصرف الجناه، يعني الخاطفين أو المتهمين. يعني احنا بنقول إيه؟ إن الشخص اللي اتخطف ده المجني عليه أنثى طفل ذكر راجل، بيبقى مش تحت تصرفه هو، لا بيتخطف غصبا عنه ومش برضاه وبإكراه، تحت تحت تهديد سلاح، تحت تهديد عصا شوم، مطوة، تكميم، إلى آخره. أي طرق من طرق الخطف. في خطف بالتحايل عن طريق أنثى، طفل، مبلغ مادي إلى آخره. ووضع الشخص ده في حوزة الجناه، يعني في مكان خاص بيهم، في مزارع، في مسكن، في شقة، في جبل، في أي مكان، ولأغراض معينة. في عشان الخطف. كده بنقول يمكن حيل الخطف أو طرق الخطف تختلف. طرق الخطف تختلف أكتر من طريقة الخطف، مم. وكل طريقة ليها تخطيط وليها توابعها وليها أسلوبها. مم. في طريقة خطف بالقوة والاستيلاء والسرقة بالقوة، مم. ده عن طريق الجناه بيستوقفوا الأشخاص، بيخطفوا الشخص بسيارته، بيخطفوه، بيستولوا عليه وياخدوا على ممتلكات، على المنقولات الخاصة بيه من فلوس، وكذلك بيطلبوا مبالغ مادية من أهله. مم. دي أمر تاني عن طريق أنثى. مم. أنثى تستدرج أحد الأشخاص لكسب عطفه إلى آخره، مم. وتقعد بيه في أي مكان أو تجلس معه في أي مكان مم. ويتخطف. مم. ولا كذا طريقة تاني. هل وسائل الإعلام يا أستاذ مايكل شجعت أو عطت أفكار جديدة للمجرمين إن هم ممكن بيشوفوها بيطبقوها في الواقع؟ في بعض المسلسلات الرمضانية آه. بيبقى فيها طرق وأفكار آه. للخطف، آه. بتساعد طبعا المتهمين. وبعدين المتهمين دي بيبقى ناس جهلة، آه. الخاطفين دي بيبقى ناس جهل مش متعلمين، أغلبهم مش متعلم. مم. أي حاجة بيشوفها بيقلدها، بيمشي عليها. يعني هو أغلب طرق الخطف عن طريق التليفون المحمول، آه. عن طريق أحد الأشخاص يبلغوا من الراجل ده آه. معاه فلوس أو غني، بيتتبعوه بيسكن فين، بيقطن فين، مكانه فين، بيمشي وراه، بيعرف مكانه فين، بينزل ياخده. يبقى واحد أو اتنين أو تلاتة ملثمين مم. مش معروفين بعربية مجهولة الهوية، مسروقة أو لوحات معدنية غير صحيحة، وبيستولوا على الراجل ده وياخدوه في مكان معين ويطالبوا أهله بفلوس. قصد حضرتك اقتباس مسلسل الجريمة من الوسائل الإعلام وتطبيقها في الواقع؟ بيطبق الكلام ده. بتطبقوها؟ وفي ناس تقول لك لا، دي وسائل الاعلام بتعيش الواقع وبتعيش الحقيقه اللي بتحصل في البلد، يعني احنا بنقول الطرق بالعكس إن هي بتشجع لا، بتشجع أحيانا. بتشجع وبيبقى بتمشي في ناس بتنفذ الاقوال ده او قصه الخطف دي، زي المسلسل ما كان ماشي. يعني في مسلسل قديم لا داعي ذكر اسمه، لو عايز نقول اسمه ممكن، مم. مسلسل حبيشه او مش مم. حبيشه. طب ده كان مخالف للقانون. اه. الناس الشباب والاطفال الجهله في الشارع كله بتحب حبيشه. طب انت بتحب واحد مم. ضد إسراء القانون. إسراء الجريمة أو أو تعظيم تعظيم الجريمة في الجريمه، المجتمع. بيخلي الجريمه دي عظيمه. مم. حاجه حلوه، حاجه حلوه ان انا امسك سلاح، مم. حاجه حلوه ان أنا خطفت واحد، يبقى انا راجل مم. خطفت واحد، او خطفت انثى، او خطفت طفل، او خدت منهم فلوس غصب عنهم. واو الاخر. طيب برضو عاوزين نتكلم مع أستاذ مايكل، إيه أسباب الخطف؟ هل أسباب بتبقى نفسية ولا اجتماعية ولا الظروف الاقتصادية هي اللي شجعت على معدل ارتفاع نسبة الخطف؟ اسباب الخطف بالنسبه للمتهم ولا اسباب الخطف بالنسبه للمبلغ او المجني عليه؟ نبتدي المتهم. للمتهم. اسباب الخطف المتهم وارتكاب الوقائع دي قبل الثوره كان من النادر ان تحصل. مم. كانت تبقى بسبب خلافات عائليه، مم. بسبب خلافات ليه فلوس عنده، فممكن يفكر انه يخطفه عشان يمضيه على ايصال، يمضيه على ورق، يمضيه على المستندات. لكن بعد الثوره بقت بصفه مستمره انا بخطف عشان اخد فلوس. هل الانفلات فالسبب نفسي اه. ودافع اقتصادي، اه. يعني ما فيش فلوس معاه، متهم مجرم مش شغال، بطاله. فبيعمل ايه؟ بيقوم بارتكاب الوقائع دي، يقوم بواقعة خطف او اتنين او تلاتة، بياخد 20 و50 و100 و200 و500 الف جنيه ومليون جنيه بسهولة في حوالي يوم او يومين او تلاتة.
الانفلات الامني اللي تعرضت ده ليه امر. البلاد. الامر الثاني اه. بسبب غياب الامن او اه. انعدام الامن تمام. نهائي، يعني مفيش امن خالص. مم. مفيش امن خالص بسبب بعض اللي مش عايز اقولها بطريقه جميله، يعني بعض الاشخاص في مم. قوات الشرطه. مم. مش هبقى لخبط في ضابط ولا امين شرطه ولا، بيبقى في المجرمين دي ليها علاقه ببعض الافراد، تبقى عارف ان هيخطف ويرتكب الواقعه، ولما الحكومه تطلع تقبض علينا او تنزل علينا بيبقى عارف ان الحكومه جايه. التستر قصد حضرتك عليه. التستر بيبقى ليهم علاقات ببعض المجرمين دي مم. ببعض الاشخاص في الشرطه، مش ضباط، مم. مش امناء. بيبقى ليه شخص مخبر زي ايا كان كينونته، بيبقى ليه شخص، مم. بيبقى ليه علاقه. ده بيجعل المجرمين بيرتكبوا الوقائع ده خاصه في غياب الامن. مم. ما في كل مكان في الكويس وفي الوحش، مم. في محامي كويس ومحامي وحش، في ضابط كويس وفي ضابط وحش، في دكتور كويس وفي كويس وفي فاسد. تمام. فالفساد اللي كان في الدولة عامة في كل الجهات وكل المجتمعات وفي كل الوظائف بيخلي المجرم كان بيقدر يقوم كده. يعني دافع اقتصادي، هو عايز فلوس، ونفسي مفيش فلوس معاه، ظروف مادية منعدمة، مفيش شغل، في بطالة، غياب الأمن، مم. غياب الإيمان، مم. مفيش إيمان، مفيش علاقة بربنا مفيش علاقة فبالتالي. بربنا. مم. دي بالنسبة للمتهمين. فكل الدوافع بتبقى بالنسبة للشباب لخطف الذكور أو الأطفال أو الرجال بتبقى الغرض. دافع مادي. الغرض فدية ده منهم. بخلاف يكون هناك في طلب فدية مم. مبلغ مادي. لكن يكون خلاف خطف بدافع خلاف شخصي، بتبقى موضوع معروف، انا خطفت فلان او هم بخطف فلان ده عشان ليا نزاع معاه، ليا فلوس عنده وليه فلوس عندي. مم. ده سبب. خطف الاناث ليه امور، مم. ليه امرين: امر مادي، وده بيبقى صعب يعني شويه ان المتهم او المجرم الجاهل ده مم. بيبقى فاهم يعني ايه خطف انثى. انثى ده ليها موضوع تاني، تمام. ليها قصه تاني. لا، بيبقى الدافع بقى، لو الدافع تاني يبقى دافع الاعتداء عليها بطريقه غير شرعيه وهتك عرضها والى اخره. فدي بالنسبه للمتهمين حضرتك. ممكن نقول هل الخطف النفسي او الخطف المعنوي بيؤدي الى الخطف الجسدي؟ يعني ممكن بنت بتتعرض لخطف نفسي، خطف عاطفي، بيبقى مثلا بيضحك عليها فبيخطفها نفسيا، فبالتالي ان هي بتبقى سهله ان هي تتخطف جسديا. وده بيحصل، تمام. والكلام ده بيحصل كويس، بيحصل كتير خالص. مم. تبقى الانثى او البنت دي في سن صغير او في سن مراهقه بيضحك عليها بمعنى بيضحك اصح. عليها عن طريق احد الاشخاص ان في علاقه وان بيحبها وله علاقه عاطفيه بيها، بيحبها لانه يوصل لغرضه او يخطفها ويساوم اهلها كمان. اه. وبعض حاجات قضايا كتير زي كده، اه. بيصورها وبيسجل لها وبيطلب منها فلوس ومن اهلها فلوس تمام. بيحصل كتير الكلام ده كله، تمام. بيحصل كتير. اه. ايه الاجراء القانوني بقى بعد اي حاله خطف؟ اول اجراء قانوني يتخذه اهليه المخطوف او المجني عليه، انا بقول المجني عليه هو الشاكي او اه. المخطوف. اول اجراء البلاغ، البلاغ. التقدم لاسم الشرطه البلاغ، مم. ويقدم كل المواصفات ويحكي كل العلاقات الشخصيه بالشخص اللي اتخطف ده، وكان مع مين ورايح فين وجاي منين وليه خلافات مع حد ولا لا، وموبايله وارقام موبايلاته، كل ارقام موبايلاته، ويحكي كل حاجه بوضوح. ليه؟ تمام. علشان الجهات الرسميه تتحرك. الشرطه بتعرض الامر على النيابه العامه، النيابه العامه بتطلب تحريات المباحث والشرطه حول الواقعه، ايه مين اللي خطف، ايه اللي حصل. المباحث هي بتتحرك في القصه دي. تمام. تحرك المباحث بيبدا، اه. كان فين، راح فين، بتتبع الموبايل على قد ما انه خطير زي ما احنا قلنا، والنت لا كل جرائم الخطف 90% بتبقى عن طريق الحاجات دي. عن طريق بيستخدمها المجرم، بيقوم بيخطف بطريق الموبايل، مم. والشرطه بتجيب المتهمين ده عن طريق الموبايل. وهشرح لحضرتك ازاي. ازاي بقى نشرحها بقى للساده المشاهدين؟ هشرح لحضرتك. الموبايل المباحث بتتبع رقم الموبايل ده مم. والسيريال نمبر بتاع العده بتاع الموبايل، الجهاز نفسه، وتوصل بتحدد المكان اللي موجود فيه حاليا فين، مم. مكان موجود فيه المجني عليه فين، يعني حاليا في محافظة كذا في بلد كذا عن طريق الموبايل. وقت ما اتخطف اتاخد منين؟ طبعا بالتتبع المجرم الزمني. حاطط في دماغه انه يطلع الخط او اه. اخرج الخط من الهاتف المحمول او من اه. المحمول، يبقى كده الموضوع انتهى. والموبايل مش معروف فين الناس لا، المباحث عن طريق التتبع بقرار من النيابة، تتبع الموبايل بتعرف اخر تليفونات اتصل بيه امتى، اتخذ من امتى، موبايله اتقفل في امتى، وصل فين حاليا، هو فين لو موبايل. ان اه. بعض المتهمين متجهه للكلام ده خالص،
بدايه الامر. اه دلوقتي بيبقوا فاهمين كل الكلام ده، بيعرف مكان الموبايل فين، بيحدده فين يعني. اه بت- بعديها بساعات تلاقي المباحث عرفت ان مكان المجني عليه ده في الحته الفلانيه، حدد مكانه. اه. بيتواصل طبعا مع المجرمين ومع المخبرين ومع المتهمين ومع المرشدين ومع الى اخره، بيوصل ان في المنطقه دي بيبقى فيه فلان وفلان وبيقبض على المتهمين. عشان كده بنقول في كتير من المجرمين بيطبقوا الجرائم باقتباس من غير فهم. يعني زي ما حضرتك اشرت ان بيكونوا بيفتكروا ان هم بيشيلوا الخط وخلاص على كده. انتهى الموضوع. امم. لكن لا، هو القصه مش كده. دلوقتي اتعلموها، بس اتعلموها هم في السجون حاليا. اه. يعني كل المتهمين كل في السجون، مفيش كل حد مجرم بره. بقى بيدي خبرته. دلوقتي اتعلموها هم، اه. اتعلموا ان الخط والموبايل، وبيتصلوا من الموبايل المخطوف نفسه لما اتعلموها في نهايه الامر، في نهايه الثوره. مم. بيتصل لما يكون في اتصال، كان الاول يعمل ايه؟ يتصل من رقم على خط سيريال نمبر موبايل، يتصل بيه باهليه المجني عليه. اه. حضرتك واعزائي المشاهدين يكونوا فاهميني، يعني المجرم ده المتهم ده بيتصل بخط رقم غريب اه. مع الموبايل، موبايل خاص بيه هو، بيتصل بابو اللي اتخطف ده مثلا اه. والده، يقول له احنا عايزين 100,000، عايزين نص مليون، عايزين كذا. اعتقاد منه الخط ده جديد، اه. محدش يعرف مين، مش اه. مسجل الخط اه. ده، مش مسجل. لا، المباحث بتجيب الرقم ده وتتبع الرقم ده وتشوف السيريال نمبر اللي في الموبايل، بتاع الموبايل. اه. الارقام اللي كان شغال عليه قبل كده مين، وبيتواصل الشخص ده مين، اه. والارقام الصادر والوارد على الموبايل بدون الخط الجديد اللي هو ايوه. معتقد ان محدش يعرفه، ايوه. مش مسجل. الارقام اللي قبل كده لازم هتلاقي رقم او اتنين مسجلين، بيتواصل ان الرقم ده خاص بسين، اه. بيمشي ورا سين مين ده، بيوصل له برضه. اه. طبعا الكلام ده كله مفهومه فين؟ في الاخر خالص بيتصلوا من هاتف المحمول بتاع المجني عليه. اه. يعني بيخلي المجني عليه يقول لا اتصل بابوك انت، يمسك موبايله عشان يبعد نفسه بنفس عن ايه؟ التليفون. بنفسه، بيتصل بيه ويقفل الموبايل ويخبيه، مم. او يخبيه في مكان غير مكان التواجد، او المكان الواقع، او المكان اللي هيحطوا فيه يضعوا فيه المجني عليه اه. لحين طلب الفديه او اخذ الفديه او الحصول على الفديه. طب من النقطة دي، هل يا أستاذ مايكل مرت حالات عند حضرتك، حالات خطف بس حرصا على سمعة العيلة، أو مثلا الناس مش عاوزة تقول إن في عندهم حالة خطف، هل بيبقى في تستر من الأسرة نفسها على حد مخطوف من عندها؟ ايوه يا فندم. كتير. كتير خالص. م. بس انا الموضوع ده عايز ابداه من الاول، م. لو الوقت يسمح، وقت لا حضرتك اتفضل حضرتك. واعزائنا المشاهدين. القصه دي بتبدا بدايتها خاصه في الاناث. في الإناث طبعا يقول في لك حرصا على سمعة في العيلة ما نقولش إنها اتخطفت، فاحنا كده بنشجع نسبة الجريمة. 100% مفيش حوادث خطف يعني من المستحيل الاناث. اه. واحنا بنقول الخطف يروح والدها يعمل محضر دي بنتي اتخطفت، اخوها يعمل محضر دي بنتي اتخطفت. بيبقى القصه مش كده خالص. ان المتهم اللي بيخطف، انا قلت لحضرتك شرحتها لك، أيوة. بيبقى ليه غرضين: لغرض مادي، اه. ده اول امر، او غرض هتك العرض للانثى دي، ودي صعب خالص. لو واحد فاسد او عايز يرتكب الرذيله وهو الاخر مش هيدخل نفسه في في مصيبه، جريمة أخرى. في جريمه اخرى مع واحده ممكن ياخد اعدام بسببها. ان القانون والقانون العقوبات في مواقعه الانثى بيصل للحكم الاعدام. اه. الخطف ان يكون مقترن بجريمه اخرى وهي مواقعه الانثى بيصل للحكم الاعدام فيها. إعدام. فالمتهمين دي الناس دي مسجلين اه. وفي السجون، فعارفين الكلام ده. فبيبعد نفسه عشان شو فلوس، ما دخل نفسي بنفسي في اعدام، او واخد واحده او اخطفها هتك عرضها، او دخل نفسي في اعدام. لو عايز يعمل كده يعمل كتير، في الدنيا مليانه. اه. لكن مش هيبص هيدخل نفسه في جريمة تانية. القصه بتاعت البيت البيت. المسيحي، اه. البيت في مصر بلدنا، البيت لازم يكون في توعيه للانثى ورعايه ورقابه من الام، خاصه من الام، من والدها ومن اخواتها، من على الهاتف المحمول، وعلى النزول، وقت النزول، على اللبس. ان دي كلها الاسباب بتخلي دي هي مطمع، تخليها هي مطمع للاخرين، تخليها مطمع للاخرين، ان حد يبص لها او حد ياخد فلوسها او حد يبقى عايزها في غرض معين والى اخره. فلازم يبقى في تربيه وتوعيه وايمان وصلاه، ايمان وصلاه بالبيت، عشان ما نقولش ان البنت اتخطفت. كل حالات اللي بنقول عليها خطف، انا بقول لك مش خطف، هروب. كلها هروب، تبقى مع احد الاشخاص، مع عشيق ليها، لانه قام بفعل معاها ما ينفعش تقوله في البيت، فغصب عنها بتهرب. فبتقول انك خطفت. قلت له خطفت. ظروف ماديه في البيت وحشه، رأت الظروف الماديه افضل مع احد الاشخاص، تهرب معاه وهي تقول اتخطفت. تمام. يخاف ويبقى عارف مين، ويبقى عارف بنته ليها علاقه مع شخص، فما يقولش بقى إن حرصا على اتخطفت. بس بيبقى معروف، احنا بنبقى عارفين، او المباحث بتبقى عارفه برضه ان دي ما فيش حاله خطف. ان الخطف بيبقى انا خطفت عشان فلوس، دي راحت وما جاتش، لو ماتت هي له الجثه،
ما ليه فيش جثه. للاسف كتير حالات بتبقى في توعيه مثلا للام، في ناس بتيجي تنبههم بنتك او ابنك، وبتبقى في رد فعل سلبي من ناحيتها، بتقول لك لا بنتي كويسه او ابني، فاحنا كده بنزود عندهم دوافع الهروب. وده اللي بيحصل. مم. وده اللي لو الام صريحه مع نفسها وواضحه، تسمع اللي جاي ينصحها ده مش عايز حاجه منها. طب العلاقه دي مع مين؟ تمسك بنتها تصادقها، تقول لها انت العلاقه دي مع مين؟ طب هو مين؟ طب ايه اللي هيحصل؟ تبقى في نصيحه وفي توعيه ان السبب في ضياع البنت دي بيبقى الاسره. الاسره مفيش الاسره رقابه، مفيش مفيش اي حاجه، توعيه. ولا رقابه ولا توعيه ولا صداقه ولا تصادق، وانغلاق، وكل واحد منشغل في اعماله، وسايبين البنت طيب للنت وللفيسبوك وللموبايل اللي المفروض الحاجات دي معموله للاستغلال، احنا استغلال ايجابي، بنستخدمها استخدام استغلال سلبي. ايجابي للعلم وللثقافه. لا، بتستغل استغلال سلبي. وطبعا الام ما تعرفش اي حاجه عن الموضوع ده، وبيبقى في بنت معاهم عامله في 2 ايميل و3 ايميل فيسبوك، وتتكلم ده وتكلم ده وتكلم ده، وطبعا البيت ما يعرفش اي حاجه ومفيش اي صله. وتقدر تتواصل مع احد الاشخاص، لو هي في محافظه في اسكندريه تواصل مع واحد في اسوان، بالظبط. لو هي في تواصل مع واحد بره مصر تواصل معاه، وتبقى في علاقه وحضرتك فاهمه ربنا وكلكم فاهمين. يحمينا، ربنا يحمي بناتنا. طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن دور البيت، دلوقتي عاوزين نتكلم دور الدولة ايه او دور الحكومة في كده، في الحالات دي. دور الدوله حاليا ولا ايام الثوره ولا عامه طبعا حضرتك؟ الدولة لا تجزأ او قوانين ما الدولة لا تجزأ، لا، مش بس يعني قانون. احنا بنتكلم دورها ايه، اللي احنا حضرتك بتقول الاجراء بيبقى اجراء قانوني من قبل المبلغين. دورها هل هي مثلا الفترة دي بتقوم بالدور الواجب عليها ان هي تعمله، ولا بيبقى فيه تراخي؟ انا اتكلم بكل صراحه، اتفضل. مفيش تراخي، مفيش حاله تراخي شفتها أنا. مم. بكل صراحه، خاصه في حالات الخطف دي. اه. يعني ما افتكرش انا رحت عملت محضر او حد راح عمل محضر ان اخويا او شقيقي راح رئيس المباحث قال له اتخطف، ولقيته مش في دماغه، او اهمل الموضوع. بيعمل الموضوع لما بيكون عمل تحرياته في خلال يوم او يومين او في ساعات، او عارف الموضوع نفسه ان البنت اللي اتخطفت دي او الولد اللي اتخطف ده راح في الحته الفلانيه. ما عشان كده زي بنقول الحالات اللي بنقول عليها من شويه دي. بنقول في ان احيانا بيعلقوا شماعتهم بتكون البنت فيه هربانه، ويقول لك ده هي مخطوفه، والمباحث مش متحركه، والمباحث مش والحكومه متحركه. مش متحركه. لا، بالظبط. بيبقى رئيس المباحث عارف ان دي راحت مع احد الاشخاص، اه. راحت لحاجه معينه لسبب ما، مم. عارف، مم. بيبقى عارفين كده، وعارفينها هترجع بعد ما تخلص موضوعها، ان هترجع او ما ترجعش تاني خالص. فانا مش بتكلم كلام بجامل للشرطه. لا، انا لو حاجه غلط اقول لك حاجه غلط. انا من شويه بقول لك ان في المجرمين كان ليهم علاقات ببعض افراد من اللي بيعملون في الشرطه، مش قصدي ضابط ولا بيبقى مخبر بتاع زي ما يكون، مم. بيرشده وبيقول لا دي الحكومه جايه، بيبقى في تواصل. اه. ما لازم مجرم ده بيبقى حذر وبياخد اجراءات حيطه وحذر وفاهم بيعمل ايه. انا قاعد في بيتي في مكاني نايم، وانا راجل مجرم عارف ان الحكومه، المركز الشرطه واسم الشرطه هيتحركوا امتى، هيجوا امتى، بيبقى ليها عين، بيبقى ليها تواصل. لا، انا بقول لك الشرطه ما تاخرتش وما ما نمتش بتقومش. لحظه، مم. مم. ولا الدوله ما نمتش لحظه مم. من يوم الثوره. مم. يعني كنا احنا من محاضره ايام الثوره بيبقى في بلاوي عندهم وتهديدات، وبيطلعوا ويتحركوا ويجيبوا المتهمين والى اخره. فما فيش دور كالدوله. الدوله انت بتعمل محضر قايمه بدورها. بس تحكي بصراحه، اه. تحكي بوضوح، تلاقي الدوله بتتحرك. في بعض الحالات فيها تقاعس بيبقى لاسباب معينه، اه. رئيس مباحث مش موجود، المكان ما حلش مكانه، ظروف اجازه رسميه، مسافر، في ظروف قضيه قتل، في قصه تانية خارج، يعني مخليه مش قادر يقوم بعمله. حاجات بتبقى نادره الحدوث. لكن في كل الحوادث اللي عملناها دي هو بني ادم زيه وزي بالظبط. حضرتك، زي اعزائي المشاهدين، بني ادم. لما اقول اختك اتخطفت او اخويا اتخطف او ابني اتخطف، بيتحرك بيتحرك. ضميريا وحده، طبعا طبعا. اوتوماتيك بيتحرك. مم. مم. وساعات بتوه المباحث، مم. ما بتوصلش زي ما لمين. بنقول احنا حالات الهروب، فيعني لا، هي وفي غير حالات الهروب، في حالات خطف فعلا ما بتوصلش لمين اللي ارتكب اه. الواقع، اه. مين هو اللي قام بالواقعه دي، ما بتوصلش. المتهم بيبقى على قمه الاتقان وتعلم من الدروس القديمه اه. في قصه الموبايل. اللي ارتكب الواقع ملثم، محدش يعرفه مين، عربيه مجهوله، تليفونات مجهوله، المكان مجهول، ربنا ما يقدرهم ويوصلوا بيتوصلش. لكل حاجه. زي ما اتكلمنا مع حضرتك عن دور البيت ودور الدولة، عاوزين نعرف بقى دور الكنيسة في هذه الحالات. دور الكنيسه في حالات الخطف ولا في حالات التوعيه الأول هنقول التوعية، عشان بعد كده نقول هيبقى في درءا للخطر بعد كده. دور الكنيسه عامه في الحالات دي مع الاسر ومع مع الاناث ومع الاطفال ومع كل اولادنا واخواتنا. اول دور ليها التوعيه وشرح المواضيع دي، شرح اسبابها، والعلاقات الشرعيه والغير شرعيه بين الناس،
ان اغلب الشباب واجتماعات الشباب سواء من الاناث او الذكور دي بيبقى في سن المراهقه. فلازم يكون في توعيه من الكنيسه صارمه، وتتابع مع مع اسر ومع اهليه الشباب والاناث، في رقابه كامله، وشرح لموضوع الخطف، شرح. نشرح لهم، نوعيهم. ما تاخرش ما بنتك، تتاخرش. ما تركبش تاكسي ما تعرفوش، اه ما تمشيش مع ناس انت ما تعرفهاش مين. بالظبط. التليفونات الغامضه بتيجي في البيت دي ما ايه سببها؟ ما تبقاش انت قاعد في البيت كده مش عارف ايه اللي رايح واللي جاي. مم. ما تبقاش بنتك عامله موبايل، تيجي من البيت مثلا موبايلها صامت، مش ما بيرنش خالص، والنهار لاند هو مم. بيرن بره. مم. تبقى تبقى بعينك عليها، مم. عينك على ابنك يا اخي. الولد والبنت، الولد ما بنخافش عليه قوي، بنقول ولد مثلا، مع ان ده بالظبط. غلط برضه، ان اه طبعا بيفسد لازم وبيعمل حاجات الاثنين. غلط وبيرتكب اشياء غير صحيحه ومخالفه تمام. للدين مم. ومخالفه للقانون ومخالفه للشرع، وممكن يصبح مجرم. وياما مجرمين، ياما مم. مجرمين او ابهاتها ووالدها ناس كويسه خالص. طبعا الجريمه لا تقتصر على فئه معينه، بالعكس يمكن احنا ناس كده بنشوف في المستويات الطبقات العليا بتبقى فيها مستويات الجريمه بتبقى عاليه ليه بيبقى برضو. فيه ما دام مفيش تربيه، مفيش توعيه، مفيش ايمان، بيبقى فيه مخدرات، بيبقى فيه اتجاه تحت تأثير المخدرات بجميع أنواعها. بيبقى العقل مش متحكم في عقله ومش في فكره، علاقات غير شرعية، ويسرق عشان يجيب فلوس مم. ويجيب الحاجات دي، فبيرتكب جرائم. ما دي برضه نوع تاني، في مجرم بيرتكب ما فيش فلوس معاه، اه لا في واحد بيرتكب عشان في فلوس معاه. بالظبط. أنا في معايا فلوس بشرب وبعمل وبروح وباجي، ببقى مش في وعي برتكب جرائم وعايز فلوس تاني، مم. فهيجيب منين؟ مم. فبيسرق. فقصة التوعية ودور الكنيسة لازم يبقى فيه توعية ورقابة للأسرة، ورقابة للبنت، ورقابة للولد، وتوعية. ما اه تتأخروش، ما تمشوش. اللبس نفسه، اه اللبس طبعا احنا بقى عاوزين نركز مشكلة على صعبة مم. جدا جدا مم. في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. مم. في اللبس المفروض ماما ولا بابا والبنت هي نازلة تبقى تشوف ايه اللبس اللي نازلة بيه بنتك. هي رايحة الكنيسة، ده لبس. هي رايحة فرح ماشي، مم. هي رايحة تعزي ده موضوع تاني، هي بالظبط. رايحة المدرسة دي موضوع تاني. مم. دي بالنسبة لدور الكنيسة. دور الكنيسة تشيل الخوف، دي اه النقطة اللي أنا يعني عايز أركز عليها. ان انا مش بتكلم عن كنيسه معينه احنا بنتكلم او راهب عامه. مم. معين او قسيس معين ولا مطران معين، بتكلم عامه. مم. دور الكنيسه تشيل الخوف من الاسر اللي فيها الكلام ده، اللي فيها حادثه خطف، او حادثه خطف ادى الى قتل. في حوادث خطف وادت الى اضطرارا بقتل، مم. ان الخطف ده موتوه وقتلوه، قضايا عدت علينا. لكن انا بتكلم في نقطه تشيل الخوف. ليه تشيل الخوف؟ اللي بيحصل، وده بيحصل عامه، بعد ما يبلغ المجني اللي اتخطف ده ويرجع بالسلامة، يكون دفع أبوه مليون 200 زي ما يكون دفع أي فلوس، رجع بيروح يقول أقواله في النيابة. التحريات المباحث بتبقى توصلت لمين هم المتهمين اللي ارتكبوا الواقعة دي، تمام. فبتبقى أسماء معروفين صادقين، أسماء معروفة في المحافظة اللي هو فيها، أو مسمعة كده، يعني ليها صيت كده وليها غنى. فبيعمل إيه؟ بدل ما يساعد الحكومة ويساعد الدولة ويساعد القانون في القبض على الناس بيتخلى دي، عن الموضوع ده. مم. والقبض على الناس دخل عقابها، مم. ان الاحكام تبقى احكام محكمه الجنايات في المواضيع دي احكام صارمه. طبعا. لا بيساعد المجرم ان ياخد براءه. ليه؟ هو دفع 100,000، ممكن ياخد 50,000 ويروح يغير اقواله تغيير ويتنازل. اقوال. اه اه يغير اقواله. المجرم ياخد ايه؟ براءه. براءه. يطلع فين بعد كده؟ يقعد فين؟ خليكي معايا. اه يقعد في الشارع، خلاص عرف السكه. خلاص انا هيكررها هخطفك واخد تاني. 100,000، بالظبط. وغصبا عنك انت، اه غصبا عنك عشان انت جبان ومالكش هكررها مبدأ، تاني. هتغير اقوالك بالعافيه غصب عنك، مش بالظبط. برضاك، وتاخد فلوس. ممكن ما تاخدش فلوس كمان، دي في ناس غيرت اقوالها بدون ما تاخد فلوس من الخوف. من الخوف. مفيش حاجه اسمها ربنا معايا انا كنت مظلوم وده ياخد عقابه وياخد جزاته. اه لا ما بيعملش كده. تمام. فدور الكنيسه ده دور، لا انت حصل معاك كذا، خليك في قضيتك خليك في قضيه لغايه الاخر. لحد الاخر، لحد ما يحصل القانون ياخد معاك. اخد براءه يبقى لوحده، اخد حكم ده حكم ليه؟ بتاع ربنا، اه بس انت خدت حقك، خدت حقك. لكن تغيير اقوالك بيخلي المجرم ده يطلع تاني ويكرر ويقوم جريمته القصه دي مع تاني. اخوك ومع مم. ابن عمك ومع جيرانك ومع بنتك ومع ابنك، وخلاص ما مم. سهله. وياما مجرمين كان عليها بال20 قضيه بالظبط. وطلعوا براءه، فاضل 2 وفاضل قضيه. ليه؟ ما احنا كده وكل ساعدناهم انه ما فيش بيكرروها قضيه تاني. ثابته، مم. كل القواضي المعموله والقضايا المعموله كلها مش ثابته على المتهمين دي. اه دي بيبقى رئيس المباحث مقدم صحيفه سوابق ليهم في القضايا بال20 قضيه و20 جنايه. يعني القاضي بيبص على القضيه على السوابق بس، اه من غير ما يبص على القضيه ممكن يديله حكم، ورغم ذلك بيجي ياخد براءه، يديله عشان براءه. تغيير اقوال.
صاحب الشأن وصاحب الحق جه قال مش هو ده المتهم ده، مم. والله المتهم ده انا اعرفه شخصيا، مش هو اللي ارتكب الواقعه، مم. او الى اخره. يعني امر طبيعي، قائد محكمه بتدي انت اتنازلت عن انت ساعدناه. جبان. مم. يعني في مره في نقطه، يعني نقطه كده، كنا حاضرين في قضيه، جه دكتور صيدلي كان في القضيه دي غير اقواله، فبيسالوا القاضي يا ابني هم دول اللي خطفوك؟ نفس اللفظ. قالوا لا، قال له هم، وحتى لو هم، مش هقول. حتى لو هم هتقول مش هم. يا عارفين بقى، قاضي عارفه. فهم خلاص، فاهم. مم. فهم عرف، بس في اتجاه المحكمه الاتجاه. في بالظبط. قاضي في تغيير الاقوال ده مش ملزم على فكره اه. المحكمه، دي حاجه قانون، يعني من حق المحكمه تاخد بيها، ما تاخدش بيها. في قضاء حتى لو في تغيير اقوال يدي حكم، في قضاء كده، الدايره بتاعت كده، وفي دايره لا، انت ما دام انت اتنازلت عن حقك، هو تفكيره كده او مم. اتجاهه كده، لا خلاص ياخدوا براءه عشان انت جبان. عشان انت جبان. فكله بيتكلم في نقطه الخوف، دور الكنيسه الخوف، ما تخافش، انت عشان راح تعمل كده محضر. اه حضرتك عاوزين نعمل زي برامج توعية مش للبنات بس، للأسر كمان نفسها، الأب والأم والولاد، إن احنا ما نقولش إن احنا نخاف مهما واحدة تعرضت لأي حاجة أو رقم غريب أو كده تقول، علشان بعد كده بنحط حاجز إن فيما بعد نتدارك الأخطاء بعد كده. هو كل القصه مش في الواحده، مم. القصه كلها في الاسره. في الأسرة من أولها الأسرة لآخرها. كويسة، مم. والأسرة فيه تربية وتوعية وفي إيمان وفي ترابط كنسي، تبقى الأطفال والأولاد كلهم كويسين وفي وعارفين. صداقة وفي كلام. وفي صداقة، في صداقة بنت وأمها بتقول لها كل حاجة، مم. الرقم ده رن عليا، ده صاحبي اللي في الجامعة قال لي كذا، بيبقى فيه كل حاجة، والأم بتوعيها، مم. ده صاحبك أخوكي، ده ما يبقاش فيه اتجاه تاني، ما يبقاش ما فيه يبقاش اتجاه تاني، العنف في اتجاه لما تاني. بنتي تحكي لي أو الأسر بقى ابني. اه. الضعيفة مم. بتبقى عارفة، مم. الأم بتبقى عارفة، أنا قابلت الناس دي، بالظبط. ام بتبقى عارفه ان بنتها ليها علاقه مع واحد، وتسيب تقول لك ممكن يتجوزها، ده كويس، ده دكتور صيدلي كويس، ده ولا بالظبط. عيش، بالظبط. لا ده مم. محامي، ده معاه بالظبط. فلوس، اه. لا ده معاه محل ذهب، ده كويس، تبقى ام عارفه. مم. طب انت شايفه ان العلاقه دي هتنفع؟ العلاقه العاطفيه بدون يكون في خطوبه او في جواز او في، ينفع الكلام ده؟ ما ينفعش، ما هو مش هياخدها، ما دام طبعا قبل اني اكيد. ماشي معاها او ليه علاقه بيها مش هياخدها. مم. ده اي شاب كده، بالظبط. يجي بعد كده يحصل مصيبه، ما هي عملت علاقه مع واحد، بتحبه، انا اه. بشرح لحضرتك، اتفضل. ما اتخطبتش ليه وسابها، هتعمل ايه؟ اي واحد تاني هيجي يتم معاه هتدور على علاقه، علاقة تاني. علاقه تانيه، بالظبط. ممكن يكون سين صاد عين ايا شخص، زي ما يكون مين الشخص ده، مم. ما تفهمش ايه دماغه بقى، هي مندفعه، ما تفهمش ايه دماغه، ممكن مخطط لها الخطف، خطها لاذى مم. جسدي، مم. لاذى في حياتها، في شرفها، مم. لاذى في مالي لاسرتها، يبقى في تخطيط، وده بيبقى خطف برضه. وتيجي الاب رغم الخوف والجبن بقى، لما تخطف او تهرب مع الشخص ده، مم. يجي يعمل محضر يقول بنتي غابت، تغيب، بنتي محضر متغيبه، تغيب. وهو عارف كل حاجه، وهو عارف جابوا لك كل حاجة. الغش مم. وتضليل المباحث، يقول لك المباحث ما اتحركتش ليه؟ اه. هو بقى عارف ان بنته هربت مع ياسين مم. ومشيت معاه، وعارف، بس مكسوف وخايف، وخايف في مش نفس مكسوف الوقت. بس، اه، ما انا وخوف. خايف اروح اتهم، هو ده من عيله، اه. والراجل ممكن يعمل لي كذا وابوه كذا، انت مم. تتهمنا احنا، مم. انت تتهمنا احنا، واحنا عملنا كذا، وبقى عارف ان هو ده معناه ايه حضرتك؟ انت خوف. ايه؟ خوف. يبقى بنته مخطوفه، يعتبر في حكم مش مخطوفه، هو يقول بنتي اتخطفت، اه. طب مين خطفها؟ طب ما انت عارف مين، او عارف هي راحت مع مين، تيجي تقول ايه؟ متغيبه. طب ايه متغيب. متغيبه يعني؟ يعني ايه بني ادم متغيب؟ بالظبط. متغيب ده بيبقى اتنين، مش طبيعي، مم. متخلف عقليا، مش عارف هو فين، مش عارف مكانه فين، ده بيبقى متغيب، او مات، ده المتغيب. مم. لكن واحد رايح فين عاقل وفاهم، كان معايا دلوقتي ابني كان معايا بعد الشر عليه، بعد ساعتين الاقيه مش قاعد اقول له ده متغيب، لا، بالظبط. ده اتخطف لما مطلوب منه فلوس، لله راح مكان برضاه عشان او تحت استدراج من احد اه. الاشخاص، اه. ده مفيش اي حل تاني. فالخوف اساس انتشار الجرائم دي، الخوف. الخوف. دور الكنيسه التوعيه للخوف، خلي قلبك جامد، واسلك المسلك القانوني والطريق القانوني، وامشي في القضيه وربنا معاك، ده الحل الوحيد. والاسره، الاسره لازم يبقى فيه توعيه وارشاد ومراقبه للطفل وللطفله. وبعدين حاجه تاني نسيت اوضحها، بالنسبه للحوادث الخطف المنتشره طوال فتره الثوره اه. وبعد الثوره، قبل الثوره ما كانش فيه، دي غير الدوافع زي ما قلت زي ما قلنا لحضرتك، دوافع زمان قديمة. مشكله ولا. مشكلة بعد طار. الثوره دوافع ماديه، انا دلوقتي حد عرف هيروح يخطفوني ليه؟ انا خلاص معروف ان انا غني، او معروف ان انا كذا، اه. مش بسبب الصداقات او بسبب
انا غني ومصادق واحد مش كويس، هو مين اللي بيطلع سر او اسباب الخطف؟ بيبقى الشخص اللي تتابع او ارشد عن الشخص اللي اتخطف. ودي حاله شفناها كتير. بيبقى في بقى احد الاشخاص، يعني كان في احد القضايا ابن خالته هو متهم في القضيه، ابن خالته هو اللي ارشد عنه، والدي اه معاه فلوس، اه. ومع ان مفيش خلافات بينهم، ما الا انه حاقد عليه بس. عشان كده من كلام حضرتك بنقول ان جريمة الخطف لا تقتصر على الإناث فقط، احنا في الفترة الأخيرة لقينا رجالة بتتخطف وأطفال، طبعا قصة اطفال، الأطفال ده خطف احنا طفل عشان كده بنقول ان برضو الخطف لا يقتصر على الإناث، الرجالة نفسها. هنقول ايه الأسباب اللي هي ممكن بتؤدي لخطف الرجال؟ سبب مادي، أول حاجة طلب سبب فدية. مادي. تمام. خطف الرجال طلب فدية، تمام. خطف الطفل طلب فدية، مم. خطف الانثى فدية إلى جانب. 10%. قصة كلمة خطف الأنثى دي مفيش، ما بيحصلش. مم. إن زي ما فهمتك المجرم فاهم يعني إيه عقوبة خطف أنثى. لا، يخطف راجل أحسن. ما أنا هخطف الولد أو البنت وعايز فلوس من أهله، لا، أخطف الولد أحسن. مم. خطف البنت ده موضوع تاني، الدولة بتتحرك فيه بطريقة صعبة. عشان فيها الحكومة تختلط جريمتين مع بعض. أول حاجة دي مجرد خطفها هتك عرضها وموقعتها بيصل حكم الإعدام. بعدين مم. المباحث والحكومة كله بيتعاطف في هذا الأمر، بيتعاطف، فبيتحرك بطريقة صعبة أشد 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 مم. صعوبة للوصول لمين المتهمين. فالمتهم اللي ليه غرض مادي مش هيخطف أنثى، بالظبط. هيخطف ذكر، ذكر. هيخطف طفل مثلا. وخطف الطفل في القانون تحت سن 18 سنة له ضوابط تاني وعقوبات أشد من عقوبة لأكثر من 18 سنة بالنسبة للقانون المصري. فليها عقوبات شديدة جدا. ومحكمة الجنايات أو محاكم الجنايات بتدي أحكام، تصدر أحكام صارمة في حالات خطف الأطفال بالذات. تمام. فبالأخص الإناث بيبقى فيه اختلاط أمر الخطف عشان كده بنقول يمكن بأمر تاني. الامر العاطفي، اختلاط الامر العاطفي بالامر المادي، يعني ما بيبقاش في مسار واحد، لا بيبقى في كذا سبب للخطف الاناث. تمام، كذا سبب. اه. طيب عاوزين برضو نعرف ايه تأثير حالات الخطف على الامن والسلام العام. حالة الخطف بتزعزع الأمن. تمام. يعني طوال فترة الثورة كان يبقى فيه ظروف أو في، مش خطف بس أصلا. ما المجرم ده مش بيخطف، مش هو بيصحى من النوم بيروح يخطف بس. اكيد طبعا. لا، ليه شوية تاني مجرمين تعالوا يروح يسرق. بتبقى شوية شبكة، تاني بتبقى شوية شبكة تاني يروح كاملة. مم. ياخد عربية، يسرق عربيات. واحد مم. تاني يوقف ناس في الشارع وياخد منها فلوس. مم. واحد تاني يروح ينط على البيوت مش عارف يعمل ايه. كذا كذا اتجاه، كذا ضرر. هو اهم حاجه التخريب، الكلام ده كله. فبيعمل ايه؟ حاله الخطف دي انا بروح لرئيس المباحث او للضابط او للاسم، انا ابني اتخطف او اختي اتخطفت او الى اخره. مم. ده امر طبيعي، بتخلي المباحث كلها تشد ناحيه الموضوع ده. بالظبط. بيتجاهل المواضيع الاخرى مم. او الامن الاخر. ما هو مطلوب منه يامن كنيسه، مطلوب منه يامن مدرسه، مطلوب منه يامن محافظ، مطلوب منه يامن بنك. ما ظل الظروف دي البنوك برضه عشان محتاجه تطلب تامين. بالظبط. شوف كام بنك حضرتك، مم. كام مؤسسه تابعه للدوله محتاجه تامين، كله ده بالشرطه بتامنه. فحاله الخطف بتخلي كل تركيزهم فين؟ حاله على الخطف حالة بيزعزع الخطف الامن طبعا. اكيد طبعا. على الدراسات والاحصائيات في حالات الخطف في ايام الثوره، في سنه في عام كان حوالي 600 حاله. يعني في اليوم حالتين، كل 12 ساعه حاله خطف. كل ده مستوى 12 دولي. ساعة حالتين احنا خطف. كنا في احد المحافظات، اه. خاصه في صعيد، في محافظه سوهاج مثلا، كان يوميا يوميا حالة يوميا خطف. حاله خطف. ما يعديش يوم نقول فلان اتخطف. لا تقتصر على الإناث فقط، يعني إناث الناس وأطفال مرتين ورجالة. ثلاثه، رجاله واطفال وكلهم بغرض مادي. يعني قصد حضرتك الأحداث الخطف بعد الثورة كانت الأغراض المادية أكتر. فقط لا غير. فقط لا غير. من النادر ان يكون تاني لخصومه شخصيه مم. او لانثى الغرض موقعتها والى اخره. مم. ان المجرم عارف يعني ايه انثى وعارف يعني ايه مواقعة انثى وهتك عرض انثى. دي موضوع تاني، دي قصه تاني. تمام. هيدخل نفسه في مجال امام القانون اه. اصعب من قصه الخطف أصعب من الوفيات. قصة الخطف. طب التأثير النفسي بيبقى إيه بقى؟ نفسيتهم إيه بعد ما يبقى اتعرض لحالة خطف أو جريمة خطف؟ هنقول يمكن هنبتدي بالرجال، هتبقى طبعا بتبقى صعب عليهم ان هي الراجل اللي اتخطف. ايه بيبقى التأثير النفسي عليها بعد حالة الخطف؟ انا اعرف حالات بعد حالات الخطف بعد ما رجعت واصيبت بمرض نفسي. اكيد طبعا. في حالات، انا اعرف في حالات بانت، في حالة توفت ما قدرش يستحمل. اللي بيبقى معصب اليدين والعينين بيجي يحكوا لنا احنا جسمنا من اشعر، بيجي يحكي لنا اه. جسمنا بقى اشعر، المجني عليه. بيبقى في امور صعبه، ما بياكلش، مرمي كده في حته، في اوضه، في مكان، مغمى العين والايد، بيجي يحكي، بيدخل في حاله نفسيه صعبه. اكيد.
وبرضه هيبقى كرب اسره واتخطف، طبعا انت كده يبقى ماشي سحبت خايف. لا سحبت عنصر الامان من اولادك لما هو يعني. رب الاسره واتخطف، الاسره بقى هتعمل ايه والاطفال بالظبط. هيعملوا ايه اه. هو بعد ما يطلع هيبقى خايف من الشقه وخايف من البيت وخايف من المكان اللي هو فيه، وخايف 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 من كل حاجه حواليه، مم. خايف منها. مم. طيب زي ما حضرتك قلت ان الشرطه عمرها ما بتتاخر، هل تطبيق الاجراءات القانونيه في النيابه، في مثلا في محامي، ممكن بيبقى محامي معلش ممكن بيبقى يتقاضى من الخصم، هل ده بيبقى فيه سبب من اسباب البت في القضيه دي بطريقه سريعه؟ قضايا الخطف بيتبت فيها طريقه بسرعه اه. بمجرد ما يتم القبض على المتهمين. تمام. المجني عليه بيعمل المحضر بتاعه، التحريات لو توصلت مين هم المتهمين دي، اتقبض عليهم ماشي، ما اتقبضش عليهم بينزلوا متهمين، مم. يقدموا بيحالوا لمحكمه الجنايات كمتهمين، بياخدوا احكام رادعه. قصه المحامي او مش محامي، دور الجنايات اغلب قضايا الجنايات بيبقى العدول عن اقواله او التنازل. الناس في الشارع بتسميها صلح، ما فيش صلح فيها. مفيش صلح طبعا. فالمحامي ملوش دور. المحامي كدفاع مع المتهمين بيبقى حاضر مع المتهمين، كحاضر مع المجني عليه مم. ملوش دور، حتى لو معاه توكيل منه لا يحق المحامي التنازل بالتوكيل، ملوش. فالمحامي ملوش دور. ومن الناس بنكون محامين بالاسلوب ده يعني، او بالبيع الموكل، صعب، بتبقى صعبه. بتبقى صعبه، لان مم. مواضيع معروفه وده معروف مع مين، والموضوع صعب نفسه. واحد اتخطف، بني ادم اتخطف، هيبيع ضميره عشان قصه كده؟ لا. في محامين يعني انا كمحامي بحضر مع المتهمين. تمام. وحضرتك تسالي انت بتحضر مع المتهمين ازاي وانت عارف؟ اه. لا، انا عارف ان ممكن يكون دول عصابه او عصابه. دول اه. متهمين، اه. لكن انا بتكلم من ورا. تمام. وبرضه مش بقول لك المباحث نازلين من فوق، هو بيكتب تحريات، وصلت تحريات ان فلان وفلان وفلان هم دول اللي ارتكبوا الواقع. مم. قد يكون صحيح وقد يكون غلط. مم. يعني في حالات المباحث بتكتب فيها المتهمين وما يكونش هي الحقيقه دي. بالظبط. ياما قضايا، يعني في قضايا كانت مكتوب فيها متهمين في وقت الواقع كانت في السعوديه. اه. عندي قضيه كده، المتهم اللي كاتبينه التحريات ان هو ده كان ارتكب من ضمن المتهمين اللي ارتكبوا الواقعه، كان متواجد في هذه الفتره في في دوله السعوديه. السعوديه. فده اه. اكبر دليل، والمحكمه والنيابه وكله ده عارف كده ان التحريات لوحدها مش دليل. فالمباحث فيها 10 قضايا خطف، توصل لقضيتين ثلاثه ان هم فعلا دول اللي ارتكبوا الواقعه، او المجني عليه تعرف عليهم او اه. عرف واحد من شكله او من صوته. اه. لان كل حوادث الخطف بيبقى المتهمين ملثمين، اه. بتبقى فما بالنسبه لهم بيعرفش، غامضه. فحاجه مجهوله، مم. حاجه مجهوله. فانا بيجي لي قضايا كتير خطف، ما عشان بحضر فيها مع متهمين، كمتهم. وبناخد براءه، مم. بناخد في القضايا دي براءه مع المتهمين. انا كمحامي دوري يقتصر على الورق، مش بدخل جوه الحوار ما دام الحاجه او القضيه نفسها مش قدامي، ما عاشتش قدامي، يعني ما فيش واحد سرق واحد قدام عيني انا شايفه كده ضميريا، انا ما بالنسبه لي انا بالورق. زي بالورق القاضي بيبقى طبعا. عارف قدامه ورق. ورق مم. بيقولوا ان القضيه دي فيها بيدي فيها براءه، مم. القاضي بيدي فيها براءه. ممكن يكون القضيه دي فعلا حصل صح، لكن المجني عليه غير سوي في اقواله، تناقض في اقواله. تناقض في اقوال. كان معاه محامي ما ارشدوش الارشاد السليم، ده ادى لايه؟ ان القضيه تاخد ايه؟ تاخد براءه، مع ان ممكن يكون فعلا مظلوم، بالظبط. فعلا ليه حق او صاحب حق. اه. فقصه المحامي دي، المحامي اللي انه بيأدي دوره من الورق، عشان كده بسأل والمحكمه حضرتك من الورق. عشان كده بسأل حضرتك كمحامي اشتغلت بقى قضايا خطف كتير؟ اشتغلت قضايا خطف كتير مع متهمين ومع المجني عليه، مع مجني عليه. الاثنين. اه. اشتغلت كتير خالص مع الاثنين، مع المجني عليه اشتغلت قضايا كتير، والحمد لله اتقبض على المتهمين. يعني في في قضيه عندي كان المتهمين اللي كان في الغردقه وكان في اسكندريه اتقبض عليهم. تمام. القضيه دي كانت متهمه بخطف انثى، خطف انثى، يعني وكنا دي اللي ماشيين بقى اللي انا هي احنا بنقول كمحامي، قال مشكله. الخداع لي انا مم. كمحامي من اهليتها مم. ان خطف انثى، انها اتخطفت هي واولادها واول اخ، واتعمل المحضر، وكان يجي تهديدات على الموبايل ان هي اتخطفت فعلا، مم. ومكالمات مسجله ان هي اتخطفت. وخدنا اسبوع والمباحث مش عارفين هي فين، وتدخلت الكنيسه مم. وامن الدوله ولا اخو ان هي فين. في الاخر فوجئنا ان هي مش مخطوفه خالص، ما عشان كده هي مع بنقول. احد الاشخاص، اه. مع احد الاشخاص اللي ليها علاقه بيه، وعملوا قصه ان هي اتخطفت دي اتخطفت. عشان لما ترجع البيت يبقى في مبرر لرجوع البيت، انا كنت مخطوف. مم. ظنوا ان الموضوع هيعدي بسهوله كده، هي مم. اتحبست وهم اتحبسوا. دي الحاله يعني من حالات الخطر كمجني عليهم. في حالات حضرنا فيها كمجني عليه الناس خطفت، وللاسف الكلام قلت لك الخوف طبعا الخوف. اصطلحوا تعدلوا عن اقوالهم. يعني كذا قضيه مجني عليه عملت المحضر، والمحضر مشي والقضيه مشيت والمتهمين اتقبض عليهم، وجي المجني عليه انا هتنازل. طب ليه؟ ضيع حقه. ليه؟ طب ليه؟ ضيع حقه طب وشجع ليه على الجريمه عايز تاني. تتنازل؟ طب ليه عايز تغير اقوالك؟ بقى لما يطلعوا تهديدات. هيهددوني، اصل هم جولي،
اصل بعتوا لي فلان، فادي كما جينا عليه. المتهمين اللي احنا بنحضر معاهم بالورق، بيبقى انا بالورق. متهم في كذا قضيه اهو. مم. انا كمحامي شغال جنايات، بيبقى معايا بيحضر مع بحاضر مع محاضر تاجر مخدرات، تاجر سلاح، متهم بخطف، متهم بقتل. انا بتعامل بالورق وحاسب على القضيه، على الحاجه اللي شفتها بعيني. يعني واحد قتل واحد قدامي، اخد القضيه؟ لا كده انا ما انا عارفه قتل، شايفه بعيني. لكن انا او المحكمه من الورق، لا يحكمنا الا الورق والقانون. تمام. مفيش اي دافع بره تاني. اه. كل قصه الخوف الخوف. والمجني عليه، زي ما قلت شرحت لحضرتك. التوعيه ودور الكنيسه، ما تخافش، ما تخافش اعمل قول. محضرك، القانون موجود، مم. القانون فوق الجميع. في ظل ظروف الثوره دي تخلي اي حد يقول ان القانون فوق ايه؟ فوق الجميع. القانون طبعا. قانون فوق الجميع فوق حضرتك. الجميع فوق بالظبط. الضابط، اه. فوق المحامي، فوق رئيس الدوله، فوق وزير الداخليه، فوق اي حد. الظروف اللي عدت تخلي لما تشوف رئيس الجمهوريه في قفص الاتهام ووزير طبعا. الداخليه في قفص الاتهام، خلي اي حد يقول ان القانون ده فوق الجميع، فوق اي حد. فانت تبلغ وتمشي في محضرك. واغلب المجرمين اللي ارتكبوا وقائع الخطف دي كلهم في السجون. من تمام. نادي لا، ما فيش حد بره، ما اعتقدش ان في حد بره السجن، تمام. بس هيطلعوا بره اه. بفضل مين؟ مش خوفنا. المحامين، لا خوفنا. مش المحامين، بفضل المجني عليهم والخوف. خوفنا من عمل حضرتك كمحامي بقى في قضايا الخطف. اكتر سبب لقيته، هل بيبقى سبب نفسي ولا اجتماعي ولا اقتصادي، ولا ايه السبب الاساسي بيبقى في كل القضايا؟ بالنسبه للمتهم برضه، هنجيب برضو المتهم والمجني عليه. بالنسبه للمتهم كل الاسباب في الثوره، اسباب الخطف دافع مادي اه. مقابل طلب فدية. اه. كل الاسباب طبعا نفسي وظروف اجتماعيه ومعنوي، ده اساسي بالنسبه للمتهم. يعني ان هو لو سوي مش هيعمل كده. يعني ايه حضرتك يخطف بني ادم؟ ده تعدى كل المقاييس. شخص يقوم بخطف بني ادم، اه. دي حاجه مش سرق عجله ولا سرق موتوسيكل ولا سرق عربيه، ده خطف بني ادم. مم. دي حاجه صعبه فوق الخيال. لما يكون شخص عنده قلب وعنده ضمير يقوم بالفعل ده، ده فعل صعب صعب صعب. تمام. فده طبعا ده بالنسبه لنفسي. لكن السبب ايه؟ يبقى دافع مادي، طلب دافع فدية. مادي اول عن اخر، دافع مادي. ده سبب مادي معروف، مم. طلب فدية، عايز مم. فلوس. مم. مفيش اي حل تاني بيبقى غير ان هو عايز فلوس. تمام. بالنسبه للمجني عليه، اه. المجني عليه مش عايز نفسه ينخطف، اه. بس المجني عليه بيبقى مفيش رقابه عليه عشان من كده اهله. هنركز على ناحية الإناث أو البنات. بيبقى السبب بيبقى أكترهم أسباب عاطفية أو نفسية. عاطفيه ونفسيه والاسره. والأسرة. 3 اسباب دي. الاسره مفيش توعيه، مفيش رقابه. نفسيه اللي هي عاطفيه، مم. طبعا نفسيه ظروف البيت وحشه، ظروف ماديه وحشه، اخوها شديد معاها في التعامل، ولدها شديد، مفيش رقابه، مفيش حنيه، مفيش. فامر طبيعي بتيجي اتجاه تاني، ان تعمل علاقه مع احد الاشخاص، اه. علاقه غير شرعيه. طبعا هي مش تبقى مصدقاها ان هي قصة حب، بالتالي انا هو بتحبه وبحبك، هو بيبقى واخدها سكة تاني يعني. واخدها لسكه تاني. في احد الاشخاص بيبقى غرض للعلاقه دي، غرض غير شرعي بالنسبه ليها، مم. بالنسبه للانثى. وفي واحد يبقى غرض مادي، غرض مادي. بيساومها، بيساومها لغاية ما توصل للجزء ده. بتصويرها، بتسجيل مكالمات ليها، ويساوم اهلها بعدين. بالظبط. فبيبقى وده برضو خطف، مم. ده خطف معنوي وتحايل واستدراج ليه، ضحك عليها وغش. مم. فدي اسباب. فكل القصه في الاسره، وان لازم يكون في رقابه، ودور الكنيسه التوعيه، توعية. إنه مفيش خوف، مفيش خوف. اتجاه للقانون. مفيش ظروف. انا عايش في بلد بتبقى الساعة 10 بالليل بيبقى المحلات قافلة، يبقى مفيش نور، يبقى أروح الساعة 10، أروح 9 ونص. بالظبط. مفيش تأخر في الوقت، في اللبس وفي المظاهر. بالنسبة للإناث، نتكلم الإناث. للإناث، مم. يبقى في رعاية، وفي إن إحنا عايشين وسط مجتمع، بالظبط. في معنا ناس في الشارع. اه. ما يبقاش أنا ملفت الانتباه، أو أنا مطمع لغيري، أو أنا سبب إن الناس تجعل إن أنا أتكلم عليا أو تحطني في الاعتبار. بالنسبة للرجال أو للبالغين، مش بقول له تخبى إن مش معاك فلوس أو استخبى، بس ما تبقى أنت راجل ليك ظروف مالية كويسة جدا، مم. ومعروف في وسط المجتمع انك معاك فلوس كبيره. مم. فما تخليش كل حد منك قريب عارف كل اسرارك. حياتك صفحة قدام الناس كلها نقول للناس، مفتوحة. كل الناس عارفاها، مم. ان قد يبيعك احد الاشخاص، بالظبط. قد يرشد عنك. ودي الكلام ده حصل كتير يعني. بالظبط. عشان كده بنقول دايما يبقى بناتنا تحت رعايتنا، والكنيسة توعي ولادها مفيش خوف. لازم كل أسرة تخلي بالها من بناتها وولادها، مش بناتها بس، بناتها وولادها يبقوا تحت المراقبة. مش عشان أنا بنتي بره يبقى أنا عيني مش عليها ولا تليفونها مش معايا. عشان كده بنقول يا رب اجعل بيوتنا دايما بيوتنا بيوت صلاة، بيوت طهارة، بيوت بركة. شكرا لكم أعزائي المشاهدين.